تحليل المخدرات لكل المصريين. في الفترة الأخيرة سمعنا كلام انتشر على السوشيال ميديا بيقول إن من حق ضابط الشرطة إن هو يحلل لأي حد ماشي في الشارع، سواء كنت في عربيتك، في المترو، في المطعم، في الكافيه، في القهوة، في أي مكان، من حقه إن هو يوقفك ويحللك، ولو طلع إيجابي بيبعتك على النيابة العامة. طبعا كل اللي سمعتوه ده بلح، ولا هو في القانون من شيء، ولا طلع قرار، ولا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أي قرارات تتعلق باللي احنا قلناه. وطبعا لأن الكلام ده غير صحيح، لأنه يتعارض مع القانون وأحكام محكمة النقض. ما ينفعش ضابط الشرطة يوقف أي حد في الشارع ويقول له تعالى لما أحللك مخدرات، ولو طلع إيجابي يحيله للنيابة، بعد كده يحيله للجنايات بتهمة التعاطي. كل ده كلام غلط ومغلوط تماما. ده محكمة النقض ذات نفسها قالت إنه لا يجوز للنيابة العامة أنها تجبر المتهم على تحليل للمواد المخدرة. تحياتي، وبطلوا إشاعات.